السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. تعالوا بقى نعمل مع بعض هنا أكلة سمك محترمة. طبعا النهاردة أنا فضلت إن أنا أجيب سمك بولتي. بيبقى أفضل برضو من أي نوع سمك تاني، مضمون، وبنفس الوقت بيبقى فيه كمية لحوم، وخصوصا إن احنا داخلين على فترة امتحانات. ربنا ينجح أولادنا يا رب، أولادكم يا رب العالمين. فحبيت إن أنا أعزز من الذاكرة بتاعتهم وأعمل لهم أكلة سمك. فجبت هنا السمك طبعا ونضفته. هنا جزل زي ما انتم شايفينها كده، وبدأت إن أنا تبلته وسبته قد ساعة في التلاجة لحد ما شرب التتبيلة، وببدأ إن أنا أقلي معاكم. طبعا جهزت هنا الدقيق مع معلقتين نشا مع معلقتين كاري أو كركم، وبدأت إن أنا أقلي معاكم. بيديكوا النشفان واللون اللي هو الروعة دوت. وبالنسبة للرز الصيادية طبعا أنا بضيف هنا الزيت اللي أنا بقلي بيه السمك، فبضيف منه وبعمل منه الرز الصيادية. وبضيف هنا معاه السبع بهارات ومعلقة كاري، معلقة فلفل، شطة، ومعلقة ملح، وطبعا حطيت كمون على كزبرة. هنا بقلب المكونات كويس جدا مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان النار مسكت في العمود، يعني الحمد لله. هنا زي ما انتم شايفين كده بدات معايا البصلايه داخله على سنه اللي هي النشفان، ما تتحمرتش قوي ان انت ما انت مش هتقلي، انت هنا بتعملي صياديه، فبخليها يا دوبت ان هي تنشف. وببدا ان انا بضيف عليها الرز بعد ما بغسله، وبقلب تقلبتين لحد لما الرز ينشف معايا من الميه، بحيث ان هو بعد ما بيستوي بيبقى مفلفل معايا وما يكونش معجن. دي خطوة مهمة جدا لأي رز انت بتعمليه بتنشفي منه المية. إذا كان بقى رز محشي، رز بالخلطة، رز بالبصل، رز بالطماطم، رز بالشعرية كده، أي رز بتعمليه تنشفي منه المية هيديكي نتيجة أفضل. هنا كنت خلاص بقى سويته، بديله غلوة وبعدين بوطي على النار لحد ما يستوي براحته. وهبدأ معاكم ان انا اغسل حاجة السلطة زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا هنعوز البقدونس والطماطم والخيار، وطبعا هنعوز بصلاية حمرا صغيرة والليمون مع التوابل. هنا بصلاية زي ما انتوا شايفين كده، والليمون ملح والسبع بهارات ومعلقة شطة. وابدأ هنا بعد ما غسلتهم اخرطهم كويس بالشكل دوت. طبعا اهم حاجة ان انتي ما تتبليش السلطة وتسيبيها ساعة التقديم، هيبقى افضل. يعني تعمليها عشان تنجزي في وقتك وتسيبيها في التلاجة لما تيجي تقدمي الاكل او تحطي الاكل، فتتبليها بكل سهولة علشان ما تتبلش منك وتديكي طعم ما يبقاش افضل. او انت يعني لما تكوني سايباها كده من غير توابل ومن غير ما تحطي عليها خل او ليمون، بيديكي نتيجة افضل، وبنفس الوقت بتحسيها كده ان هي لسه طازة. زي ما انتم شايفين كده. حبيت اللهم بارك، حبيت ان انا اوريكم الرز لحد القعر في الحلة عامل ازاي، عشان اوريكم انه مفلفل ومش معجن، عشان ان انتي نشفتي منه الماء كويس هيديكي نتيجة افضل. لايك بقى عشان عيونكم الحلوين، عشان اقدم لكم حاجة جديدة بإذن الله. ويا رب ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.